السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم دكتور عمرو محمد الهادي، دكتوراه المراجعة المصرفية من كلية كامبريدج الدولية، ومحاضر ومدرب معتمد من جهات دولية ومحلية. أهلا وسهلا بكم. هنبدأ مع بعض النهاردة دورة مهمة جدا، هي دورة لا غنى عنها لأي إنسان مهما كان مستواه. بتقدم لنا الأكاديمية أكاديمية تميز للتدريب أونلاين بعنوان مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات. الدورة دي متقسمة لجزئين. الجزء الأول الجزء الخاص بحل المشكلات، والجزء الثاني خاص باتخاذ القرارات. الجزء الخاص بحل المشكلات ليه مجموعة فيديوهات معينة، والجزء الخاص باتخاذ القرارات ليه مجموعة فيديوهات معينة. مجموعة المشكلات احنا ان شاء الله اتمنى ليكم الاستفادة في الدورة دي. اول حاجة احنا هنقول ايه هي محاور الدورة دي. الدورة دي بتتكلم عن ايه؟ الدورة دي بتتكلم عن اول جزء، الجزء خاص بحل المشكلات. هنعرف ايه هي المشكلة، ايه انواع المشكلة، ايه هي مستويات المشكلة، ايه مراحل تكون المشكلة، ايه تحليل المشكلة، استراتيجيات حل المشكلة ازاي، ايه ادوات اللي ممكن نستخدمها في حل المشكلة، مراحل وخطوات حل المشكلة. كل الكلام دي هنعرفه في الجزء الأول، مجموعة الفيديوهات الخاصة بحل المشكلات. الجزء الثاني اللي هو المقصود بيه اتخاذ القرارات. هنعرف ايه هو اتخاذ القرار، ايه الفرق بين عملية اتخاذ القرار وعملية صنع القرار. طبعا في فرق كبير ما بين الاتنين. هنعرف ايه هي انواع القرارات، هنعرف ايه هي خطوات اتخاذ القرارات الفعالة ازاي لما نيجي ناخد قرار القرار ده يكون فعال جدا. وهنعرف ايه هي العوامل اللي بتأثر في اتخاذ القرار. في عوامل كتير قوي ممكن تأثر في اتخاذ القرار. الحاجات دي هنعرفها مع بعض، وازاي امتى يكون القرار فعال، وازاي يتم تحليل المشكلة في اطار عملية اتخاذ القرار. وفي هنعرف بعض النصايح عن كيفية اتخاذ قرار سليم وناجح ان شاء الله. كانت دي محاور الدورة بتاعتنا. هنبدأ بإذن الله تعالى دورتنا بالجزء الأول الخاص بحل المشكلات. هنبدأ بسؤال. السؤال ده، في حد فينا ما بيمرش بمشكلة في حياته؟ كل الناس بتمر بمشكلات في حياتها، وفي اللي بيسعى لحلها، وفي اللي بيهرب من بعض المشاكل، وفي اللي بيهرب منها، وفي اللي بيهرب من المشاكل ده بيخاف ان هو يواجهها. فاهم ازاي؟ لغايه ما اصبحت المشكله سمه اساسيه من سمات الحياه. حتى ان الحق سبحانه وتعالى رب العزه تبارك وتعالى نظرا لاهميتها قال في كتابه العزيز: ولقد خلقنا الانسان في كبد، اي مشقه ومعاناه. فمشقه ومعاناه دي سمة من سمات الحياة. وعشان كده الناس بتختلف في اسلوب حلها للمشكلات. في اللي بيحل المشكلات بتاعته بيعتمد على تجاربه السابقة او خبراته، وفي اللي بيعتمد على تجارب الاخرين، وفي اللي بيحلها اللي بيحلها بالاسلوب العلمي او المنهج العلمي لحل المشكلات. فاهم ازاي؟ وغالبا يعني انا ملاحظ ان اغلب الناس بتيجي تحل مشكلتها دلوقتي بناء على طابع الدردشة، طابع الرغي، طابع الكلام. فاهم ازاي؟ فبالتالي لما يجوا يحلوا المشكلة ويتخذوا قرار، القرار بيكون خاطئ، بيكون القرار غير رشيد. نتيجة لإيه؟ نتيجة إن هو ما خدش الأسلوب العلمي لحل المشكلة. طيب، عاوزين نعرف نبدأ
نعرف ايه هي المشكلة. المشكلة هي عائق، او هي عقبة، او حدث سلبي بيقف في سبيل تحقيق الهدف، او هي حالة من الخلل بتحتاج لمعالجة للوصول الى الهدف، الى هدف معين. ممكن العائق او الصعوبة دي تكون معلومة لدى الانسان، وممكن تكون مجهولة. فبالتالي احنا المشكلة يبقى هي العائق، او هو الحدث السلبي الذي يقف في سبيل تحقيق الهدف. يعني مثلا نقول مثلا مثال، اللهم صل على سيدنا محمد. واحد بيحضر رسالة دكتوراه، فاللي بيحضر الرسالة ده وهو بيحضر الرسالة الدكتور طلب منه حاجات مستحيل انه يحققها، فبالتالي اصبحت مشكلة. طلب منه نقاط يبحث عنها، والبحث عنها شبه مستحيل، فأصبحت دي مشكلة بالنسبة لطالب الدكتوراه، هتعوقه من تحقيق هدفه، وهو إنه هو يحصل على الدكتوراه. طيب نيجي للنوع التاني، م? للنوع التاني من أو الجزء التاني من الحلقة، وهو أنواع المشكلات. أنواع المشكلات اتصنفت المشاكل تصنيفات كتيرة قوي وتصنيفات عديدة، كان أغلبها بيكون مشاكل اقتصادية، سياسية، اجتماعية، صحية، أسرية، حتى على مستوى الشخصي، مشاكل في العمل. كل دي تصنيفات، لكن التصنيف الأساسي العلمي اللي بيتخذه اللي بيتخذ كمنهج هو تصنيف العالم هونجو. العالم ده قسم المشكلات إلى 3 أنواع. في مشكلات، أول نوع من المشكلات هي المشكلات الظاهرة، هي المشكلات اللي بتكون محددة المعالم، محددة الأبعاد، ممكن نلاحظها بعينينا، ودي دايما بنسعى لحلها، لأنها بتكون ظاهرة على السطح. والنوع من المشكلات ده ما نقدرش نأجله أبدا، ولا نقدر نتجاهله، لأن لازم نتداركه قبل وقوع المشكلة. نعم، لو ادينا أمثلة مثلا قلنا زي الفساد المالي والإداري، مثلا الغش التجاري، تعاطي المخدرات، السرقة، كل دي مشكلات ظاهرة. طيب المشكلات الكامنة دي بتكون مشكلات موجودة بالفعل، لكن ما بنشعرش بيها أبدا أو بوجودها، عشان كده لازم نبحث عنها وندور عليها قبل ما المشكلة تكبر. مثلا زي ما نيجي نقول كده، مثلا والعياذ بالله، ربنا يشفي كل عيان يا رب، الأمراض الجسمية والنفسية. واحد حس بإن نظره بدأ يضعف ويضعف كتير قوي كمان، فقلق على نفسه، راح للدكتور. الدكتور قال له بعد الفحص والتحليل، قال له ايه؟ عندك والعياذ بالله مرض السكر. ومرض السكر هو اللي ادى الى ضعف النظر. فبالتالي لازم نبحث عن المشكلة قبل ما تقع. ده اللي اسمه المشكلات الكامنة، يعني هي مشكلات موجودة لكن ما بنحسش بيها. ماشي. طيب تالت نوع من المشكلة في التصنيف العالم هونجو قال لك المشكلات الكامنة، المشكلات الخفية، هي مشكلات بتكون هي
عكس المشكلات الظاهرة. هي مشكلات ليس لها معالم أو أبعاد. فاهم ازاي؟ عاملة كده زي الجبل الجليد في البحر، بيكون معظم الجبل تحت المية، ما بيكونش ظاهر. فبالتالي ايه؟ احنا دي اسمها مشكلات خفية. زي مثلا طالب، إيه؟ مشكلة زي طالب حصل له انخفاض معدل درجاته. انخفاض معدل درجات طالب والطالب ده كانت درجاته مرتفعة عبر السنين اللي فاتت. طب ايه اللي حصل؟ اشمعنى السنة دي درجاته منخفضة؟ اكيد في سبب او مجموعة من الاسباب معينة. فالنوع ده بيحتاج كنوع من التأني والنوع من الدراسة والتحليل اللي لازم نجريه او لازم نتبعه عشان ندور على المشكلة. واخيرا ارجو ان حضراتكم تكونوا استفدتم معانا، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة في دورة حل المشكلات. ونشكركم على حسن متابعتكم.